اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل قلت لكم ضيفي ده اخويا الكبير يعني، بس انا لازم طبعا هنا طبعا منورني ومشرفني وتعلمنا منه الصحافه وتعلمنا منه الكلام، ولكن الفتره اللي فاتت لقيناه مختفي تماما. هو برضو كان محيرنا، يا تلاقيه رئيس اصدار يعني مطبوعه سياسيه، رئيس تحرير اصدار مطبوعه رياضيه، فدايما بيختلف عليه الكلام. لكن هو هنا ناجح ومتفوق وماشي بشكل كويس، وهو هنا ناجح ومتفوق وماشي بشكل كويس. لما كلمناه اكتر من مره هو بيعتذر بطريقه شيك كده. قلنا يلا رحنا نشرب كوبايه شاي في البيت بقى بشغل الاخوه. ايه يا ريس اللي مضايقك؟ اتكلم في حاجات كتير جدا في الرياضه وفي السياسه وبتاع. قلنا له خلاص بقى الكلام كده خلص، وان شاء الله تشرفنا وتنورنا وتقول لنا انت زعلان من ايه. منورنا يا استاذ جمال. الله يخليك كابتن ايهاب، ومتشكر جدا على الكلام الكبير والكتير. ان احنا يا رب ان احنا نكون يعني مش اهل ليه نص الكلام اللي تقوله، نبقى اهل ليه ونبقى ثقه الجمهور والشعب المصري كله في اللي احنا بنقوله، وربنا يقدرنا ونقدر نقول حاجه مفيده للشعب وللدوله وللوطن. لان احنا في الاول وفي الاخر كلنا في الاعلام خدام جمهورنا وخدام شعبنا، بس يعني ده دورنا. الاعلام ده خادم للشعب وواجهته والمدافع عنه، واحنا طول عمرنا اللي بينجحنا الناس، والناس دول هم عصب طبعا. عصب الحياه، بس احنا دايما ما بناخدش بالنا. مره نتعالى عليهم ومره نتهمهم، وغالبا ما بنتهمهم للاسف الشديد. احنا اكتر ناس او اكتر اعلام في التاريخ قاطبه انه يتهم دايما جمهوره وشعبه. والا لماذا المدرجات ليست للجماهير؟ طب لماذا كل هذا التعصب رغم انه ليس هناك جماهير؟ يعني محدش سأل نفسه خالص، من اول السيد الوزير لحد اتحاد الكوره لحد رؤساء الانديه، ان كل المباريات فيها تعصب ومفيش جمهور. طب ما انتوا دايما طول الوقت كنا بنرمي التعصب او بنرمي الشغب على الجمهور. طب يا جماعه مفيش جمهور من اول الموسم لحد دلوقتي، كل ماتش فيه حكايه وقصه وروايه. يبقى هل الشغب هو جماهير ام الشغب هو مسؤولون في مصر؟ انت شايف الشغب يا ريس؟ انا شايف الشغب مسؤولين في مصر. المسؤولون في مصر تصريحاتهم هي التي تصدر الشغب، واللاعبين بمصر هم الذين يصدرون الشغب. وطول الوقت يعني ما عندناش حد عايز يعترف ابدا انه مخطئ. احنا احسن ناس مبرراتيه. مش انا المبرراتي طول الوقت. لو اللاعب ضيع هدف لازم يبقى الحكم ما ساعدوش، ما ادلوش الفرصه كامله ان هو يجيب الهدف. لو المدرب خسر لازم يعني يلاقي شماعه. طول الوقت احنا بنخاف من الوهم، من السراب، وكأن الهروب المستمر بيعيش المدرب. مع ان في اسوأ موسم السنه دي في حركه تنقلات المدربين وكتيره جدا. يعني حتى اللي قالوا المدربين، انا نفسي نعمل حصر عن تصريحات المدربين او مبررات المدربين في الفشل او ساعه الهزيمه. انا نفسي نعمل مره كده حصر شامل ونلمهم كده في حلقه ونقول المدربين قالوا ايه. ورغم ذلك اقصوا واستبعدوا. نفسي اشوف كل اللعيبه اللي هي طول الوقت يشوح ويتخانق مع الحكم وعامل فريد شوقي، ونقعد نحصر له مثلا هات عدد المطاريد السنه دي وتعالى نحصر الفرص الضائعه او الاخطاء اللي اخطاها. لو احنا عايزين نعمل حاجه، انما واضح ان احنا مش عايزين نعمل حاجه ومش ناويين نعمل حاجه، وطول الوقت عمالين نعطل في بعض ونعرقل الرياضه المصريه او كره القدم على وجه التحديد، اللي هي المفروض اللي هي كانت طول الوقت بتقدم ايه؟ الوجبه الشهيه المسليه الشافيه اللي هي بتخرج اوجاع الناس من السياسه، تخرجهم في الكوره والرياضه. دلوقتي بقت حمل تقيل زي السياسه ما حمل على الشعب المصري، كره القدم بقت حمل على الشعب المصري. نفس المعادله. حاجه بقت صعبه جدا. طب انا هنفس الناس ازاي اذا كانت الكوره دي في العالم كله متنفس وابداع وجمال، ودي يعني حاجه مبدعه، حاجه احنا بنحبها. ازاي احول حبيبي او حبيبتي دي اللي هي كره القدم الى عدو
والى كاره والى سواد والى خناقات. انا مش قادر افهم المعادله دي ماشيه ازاي. انا قلت في الاول ربما تساهم كره القدم في قله الاحتكار في مصر، قله التعصب السياسي في مصر. مصر فيها تعصب سياسي غير مسبوق على مدار 5 سنين بقى. كل واحد صنف نفسه تصنيف، وكل واحد سمع له كلمتين حاططهم في دماغه ان هم الصح، وكلنا عمالين نقصي بعض ونخون بعض، وده عميل وده مرتشي وده بيقبض من الخارج، وكلام مجاني كله عمال يتقال. طب قلنا كرة القدم نشاطها ما يستمر يخف حته التعصب ويرجع يعمل ائتلاف تاني وتآلف وتراحم بين الناس. انما للاسف كرة القدم هي نفس الحكايه، امراض السياسه اتنقلت لها. ده حال اهل مصر. والله يا اهل مصر احنا بنحاول. انا ببارك لك على اهل مصر طبعا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. واهل مصر احنا بنحاول يبقى الاسم مواكب ومتاخب للناس. بمعنى ايه؟ انا امنيتي اعمل الموقع ده الاخباري الجديد ده اهل مصر، اخليه فعلا لاهل مصر، واخليه لاهل مصر بقى ايه الحقيقيين، مش اللي هم اللي على الوش. نفسي اقدم التاجر الامين، واقدم الطالب الناجح، واقدم الست النشيطه جدا، واقدم كل النماذج اللي هم اهالينا اللي انا عارفهم بقى، اهالينا بقى اللي انا اعرفهم من شبرا الخيمه بقى، وراجل جوه الناس وعارف السوق لحد، وعارف القهاوي، وعارف الدخانيق، وعارف الست دي بتعرق ازاي، وعارف الست اللي بتصحى الساعه 4 الصبح عشان تروح سوق العبور وتعرق. دول ناس، هم دول الناس. انا نفسي امنيتي موقع اهل مصر يبقى مع الراجل برضه التاجر الناجح، مع الصانع الكويس، مع صاحب المصنع الشاطر، مع كل دول. انما اللي على الوش دلوقتي صراحه مش هم اهل مصر، والا ما تبقاش دي مصر. اللي على الوش مش اهل مصر. لا. واللي على الوش في الكوره وفي الرياضه هم دول اهل الرياضه. لا خالص. اللي على الوش دلوقتي يعني ناس طول الوقت عامله ازعاج. انت عارف احنا في وقت كله عمال يعلي ولا علي محدش سامع حد. اللي يعلي اكتر هو المنتصر، هو اللي في الصوره، هو اللي في الشغل. كل ما تعلى علي فكله عمال يعلي، بس في الاخر بيبان اللي كله نفخ على الفاضي. طب ما هو نفخ، ما ماشي، بس طب ما احنا بنضيع وقت ليه؟ يعني ليه طول الوقت عمال نستهلك وقت؟ انا وانا جاي كلمني صديقي الحاج توفيق عوده، بيقول لي ده انا بتفرج على الاستاذ ايهاب الخطيب وكده، انت لسه ما رحتش ولا؟ قال لي طب والنبي يعني يا ريت تتكلموا عن التحكيم. قلت له نتكلم، انت رايك ايه؟ قال لي انا شايف ان عايزين نعمل يعني تحكيم ليه وعليه في كل العالم الا عندنا حاله حساسيه جامده جدا، وكأن التحكيم ده بيخرجك من كل فشلك. يعني ضيعت 5 اجوان، ما عرفتش تحط تشكيل، النادي الخايف، الرئيس الخايف من جمعيته، التحكيم عندنا جاهز، ما نطلع ضحايا، كلنا ضحايا، مفيش متهمين. ما خلاص مفيش جمهور في الملعب، يبقى تاني واحد فين؟ التحكيم. طيب التحكيم. فقال لي طب ما تعملوا، هاتوا مخرج كده كويس ويعمل خطايا التحكيم في الموسم، مش اهلي وزمالك بس، كله، ونشوف التحكيم ده يعني اديله درجه ازاي. والله فكره حلوه. قلت له والله ممكن نعملها حتى بالتعاون مع الكابتن جمال الغندور اللي هو مسؤول عن لجنه التحكيم. تمام. ونعمل خطايا التحكيم في موسم. ايه المشكله؟ بنشوف الخطايا قد ايه والموسم قد ايه. لو النسبه اللي هي نسبه الخطا المنطقيه، لازم نضرب تعظيم سلام للتحكيم. لو النسبه مش منطقيه، انا عارف ان جمال الغندور بيعمل مراجعات كل ماتش مع الحكام، ويعملوا جلسات ويعيدوا ويعملوا شرايط وبيتابع مظبوط. انما احنا مش عارف، احنا فكره الحكام والحاكم بقت هي دلوقتي اللي في مرمى الرصاص دي. يعني فكره الرئيس او المسؤول بقى هو دلوقتي المخطئ. طول الوقت احنا طول الوقت عمالين نقذف في التحكيم والحكام بشكل عام. يعني هي احنا بنبص بس على صفاره الحكم يا استاذ جمال، وبنبص على كارت الحكم، ما بنبصش على فعل اللعيب ولا رد فعل اللعيب ولا الاسباب اللي دفعت الحكم. وفي بعض الاسباب احيانا بتكون مستتره، كل واحد بيقولها على مزاجه، وزي حالات امبارح كل طرف بيقول حاجه. انت هتتعامل مع مين؟ هتتكلم مع مين؟ هتحصل ايه؟ في نفس الوقت الاهلي نفسه امبارح ما كانش طرف خالص، الزمالك نفسه امبارح ما كانش طرف. الزمالك قال لك انا هنسحب النهارده، هلعب عادي واشوف لغايه ما القصه
يوم الاحد هيحصل ايه، يعني حاجات. انا ما اقفش على الزمالك ينسحب، انا عارف ان ده يعني كلام دايما ايه في المجاني، يعني الانسحاب ده مجاني، يعني كلام. انا قلت حاجه والزمالك، قلت ما فيش فرقه كبيره او جماهيريه تمتلك قرار انسحابها من الدوري المصري، مع احترامي لاي حد. يعني كمان اصل احنا عندنا كره القدم برضه مسيسه، وبيديرها في الاول وفي الاخر السياسه هي اللي بتدير للاسف يعني. وعشان كده احنا نفسنا القفزه الجايه او الرؤيه الجايه يبقى عندنا كره قدم محترفه. لازم يبقى عندنا دوري محترف يا جماعه، اذا كنا عايزين نلحق اي حاجه. لو كنا عايزين نلحق حتى شمال افريقيا، نلحق اي حاجه، لازم يبقى عندنا دوري محترف عشان نبطل كل الوحش ده. هيبطل ما يبقى عندك دوري محترف. يعني صناعه كره القدم مش لعبه كره القدم، الصناعه ليها اليات. بدل ما الامن هو اللي بيقول لك هتلعب فين وما تلعبش فين وتروح وتيجي وبتاع، لا، يبقى الصناعه هي كفيله بنفسها كلها. احنا محتاجين دوري محترف باقصى صوره. الحلقه كده هتمشي في سكه غامقه خالص، نفتحها سنه وارجع معاك للغمام. لا، في حته كانت مفتحه، في حته كانت مفتحه وحلوه، الاهلي وروما والجماهير قاعده والدنيا جميله والتصوير رائع. هو مصدر السعاده النادي الاهلي، وحاجه حلوه. الاهلي طول، يعني هقول لك على حاجه، على مدار تاريخه هو مصدر السعاده حقيقه. يعني الاهلي مصدر السعاده طول وقته وطول عمره وطول تاريخه، مصدر للسعاده ومصدر للسعاده للشعب. عشان كده الناس بتقنط وبتزعل اما تيجي ايه تسحب من بطل او تتهم بطل او تشكك في بطل. يعني انا قلت لهم قبل كده ايه، احنا عندنا مؤسسه عملاقه اسمها النادي الاهلي، ما تيجي نعمل مؤسسات عملاقه تانية. وانا لازم عشان يعني مش عارف ابقى عامل مؤسسه قويه اروح موقع المؤسسه الام؟ يعني انا مش فاهم. زي ما قلت قبل كده لحد من اصحابي، بقول له يعني احنا طول الوقت في خناقه بين اللي بياكلوا كباب وبياكلوا فول، فبتوع الفول عايزين بتوع الكباب ياكلوا فول زيهم. طب ما انا نخلي بتوع الفول ياكلوا كباب، يعني واخد بالك؟ او كل واحد ياكل اللي فيه. نطلع، لا يعني نطلع نشد بعض لفوق. ان احنا بنشد بعض لتحت ليه؟ يعني النادي الاهلي مؤسسه عملاقه على مدار تاريخها وتاريخها الاخير اثبتت انها قادره على تسويق مختلف وعلى انفتاح مختلف وعلى انفتاح عالمي ودولي مختلف، سواء في الماتشات او في الرؤيه او في الفكر او في الاستادات الجديده او فكره البي او تي. يا اخي اقول لك على حاجه، اتفضل، ما تزعلش مني يعني. اتفضل. انت عارف مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟ عارف المشروع، اكتر مشروع له رد فعل كان مشروع ايه؟ مشروع استاد النادي الاهلي لحد دلوقتي. يعني من اهم المشروعات اللي اتناقشت في الشركات العالميه هو مشروع النادي الاهلي، استاد مشروع الاهلي الجديد. تخيل. فاحنا عندنا الاهلي قيمه، عايزين الزمالك يبقى قيمه كبيره، عايزين الاسماعيلي يبقى قيمه، عايزين كلنا نشد بعض لفوق، كلها اضافات، مش كلنا بنجيب بعض المارشدير. يعني فكره الدوله كلها ترجع للخلف دي فكره صعبه جدا. وانت قاعد وفي ايدك كوبايه الشاي كده وبتتفرج على الماتش، سرحت في ايه؟ اهلي وروما. لا، اهلي وروما ده ابداع تاني. انا استمتعت مش بالكوره بس، يعني الكوره دي جانب تاني، ان هو عندما يخرج اللاعبين من الشد العصبي انما بيستمتعوا بكره القدم، واخد بالك؟ انا الجمهور وشكله، التشجيع، الهتاف، الاخلاص، العرق، التنوع في الملعب بتاع النادي الاهلي بالذات، والتشكيل اللي هو ايه، يعني قدم 4 أو 5 وجوه في الملعب، يعني لعب بحوالي 16 لعيب كلهم على كفاءه عاليه ونادره. ربما الماتش روما ده بالذات حاسس جمهور الاهلي لا ده احنا عندنا لعيبه كتير قوي وكلهم كويسين، ولكن ظرف المباريات الدوري هو اللي ضاغط ان في تثبيت تشكيل، ما بنديش فرصه للوجود. يعني انا مثلا صالح جمعه راجل على مستوى عالي من المهاره والتمرير وبدون عصبيه. يعني صالح جمعه اللي بيميزه ان هو لعيب تحس لعيب دولي، يعني زي كل لعيبه الاجانب، هو طول الوقت ما بيلعبش بعصبيه، بيلعب بسهوله. يعني انا برضو يعني انا شخصيا ماتش روما ده وعدد الاهداف فيه برضو يعني، وبعدين شكل الاهداف ونوعيه الاهداف وطريقه الاهداف والتمرير، وطول الوقت في حاله انكار ذات في الكوره، استمتاع الجاليه المصريه في الامارات. انا صراحه
نفسنا طول الوقت نعمل ده. انا امنيتي الجماهير كانت تفرح. انا كنت طبعا قاعد في الملعب يا استاذ جمال، الجماهير تفرح والهتاف. السعاده. انا عايز اقول لحضرتك كوره كده. يا ريت يا سمير تحط لنا الدقيقه احداد. لما اتحط الدقيقه احداد سلام على شهداء الطائره طبعا. اقسم بالله العظيم الملعب كله كلمه تحيا مصر دي هزت ملعب هزعبت زي. انا قلت كلمه مهمه. انا طبعا رحت عزيت عزيت عزايين في المشير طنطاوي، عزا الطيارين وعزا بنت المرحومه دينا عبد الكريم عبد الهادي اللي ماتت في الطياره برضه، بنت صديق الحاج عبد الكريم. عزيت هنا وعزيت هنا. بص انا اقول لك على حاجه، انت عارف حادثه الطائره المنكوبه دي عملت حاله توحد سريعه والتحام جديد للشعب المصري كل الشعب المصري حزن، وكل الشعب المصري تعاطف مع مصر للطيران اللي بيحاول البعض الجهله يضربوها بدون معرفه سابقه. فكنا يعني مشهد الطياره والتوحد على رفض الارهاب في الامارات من الجمهور المصري، ومشهد التشجيع، دول مشهدين مهمين جدا على فكره. يعني دي من المشاهد اللي لازم نعمل لها برواز كده ونبص عليها. الشعب المصري لما رفض اللي حصل لطائره مصر للطيران عمل ايه، وحاله الصمت وحاله الجديه وحاله قرايه الفاتحه والدي احداث، وفي حاله ان هو عندما ينتصر او يفرح بفريقه دي كانت فين. وكانت معادله جميله جدا بين محمد صلاح والنادي الاهلي. فين الفرد اللي مصر كلها بتحبه، وبين العشق للنادي الاهلي اللي تاريخه كله طبعا ناس بتعشقه. لان محمد صلاح حتى الجمهور ما زعلش منه انه جاب جول، فرح بيه. ده محمد صلاح نال تشجيع وهو بيسخن زيه زي ما يكون لعيب يعني في حاله جوه لعيبه النادي الاهلي. هو ده الوعي. انا شايف ان الجماهير عندها وعي اكتر مننا واكتر من طب اقول لحضرتك حاجه تانية، كل الجماعه مباراه وديه بيهبتلوا دول في الوسط الرياضي. مباراه وديه نص الملعب لما صلاح جاب الجون سقفوا، اللي هي جماهير الاهلي. ايوه سقفت بتستمتع. ايوه ما هو ده الاستمتاع. وماتش ودي حديدي. وبعدين ايه بيسقفوا لحبيبهم برضه لصلاح ابننا. احنا عايزينك تجيب جول بس الاهلي يكسب. ايوه ابننا. ودي المعادله الرائعه في الحب اللي حصلت. فده دي حاله، انا بقول لك دي حاله عايزه تتقري من جديد. حاله ايه؟ جماهير. انا نفسي نرجع تاني يبقى عندنا ماتشات هنا بقى. يعني امنيتي انا مش عارف يعني بشوف معرض الكتاب اتعمل فيه جماهير قد ايه، والاوبرا بسم الله ما شاء الله متاخمه ومليانه بالجماهير طول الوقت، والاسواق الكبيره مليانه شعوب وقبائل. كل الاسواق في مصر بسم الله ما شاء الله فيها شعب مصر كله، غورية للعبور، سوق الحد، لسوق الثلاث، لسوق الجمعة، الناس كتيره موجوده. مش عارف لحد جمهور الكوره وكانها عقده او وكانه عقاب جماعي هيفضل يستمر كده طول السنين ولا ايه؟ عندك حلول لعوده الجماهير؟ ما فيش الحلول ده الجماهير ترجع. احنا بس اللي بنفلسف. اقول لك على حاجه، عارف الجماهير ما بترجعش ليه؟ لان كل اللي على المشهد لا مؤاخذه يعني ناس بتخاف. طيب بيخافوا من ايه؟ كل واحد خايف ياخد قرار. من غير خوف هاخد قرار حضرتك، لكن هطلع لفاصل ونرجع لقرار جريء مع الاستاذ جمال العاصي.